الراجل ده حرفيا فاقع مرارة ولاد الإخس زي ما بقولك كده. بعد ما بطلنا صاب الهدف صرخ بأعلى صوته وقال حلل يا دويري. اشمعنى الدويري؟ دايما بتسألوني انت بتجيب الطاقة الإيجابية دي منين؟ الشهادة لله كنت بجيبها من الراجل ده. مش مجرد محلل عسكري مؤيد ومحب قوي لاخواتنا، لا، هو بيقنعك بالعقل والمنطق ان اخواتنا أقوياء واقفين على أرض صلبة. بيقنعك بكل حواسك. لو انت شخص بتقتنع بكلام العقل هيسمعك اللي يرضي عقلك. اما لو انت شخص بتقتنع بعينك ما بتصدقش خالص الا لما تشوف بعينك، الراجل مش بيتكلم كلمة الا والمشاهد حية ورا منه، مش جايب حاجة من بيتهم خالص قدام عينك. الراجل ده حرفيا فاقع مرارة ولاد الإخس زي ما بقولك كده. لدرجة يا مؤمن أولت امبارح كنت بتفرج على قناة 12 لقيت لك واحد نازل شتيمة في الدويري وشتيمة في الحقيقة غير منطقية. سمع من بعيد بالطبل والزغاريت واحد بيقول لي هو في شتيمة منطقية وشتيمة غير منطقية؟ هقولك أيوة، إذا كان الدويري محلل عسكري فآية عمر محللة شتايم وتلقيح. حضرتك أنا خبرة في الموضوع ده. خد عندك التحليلة دي. الشتيمة المنطقية هتلاقي الواحد بيبتدي كلامه معاك يقولك انت غلطت في 1 و2 و3، إذا انت كذا وكذا وابن كذا. الراجل زعلان منطقي، انت زعلته فبتتشتم. اما الشتيمة الغير منطقية تلاقيه ابتدى الكلام معاك يقولك انت كذا وكذا وابن كذا، اللي هو انت لسه ما فهمتش حاجة، يعني اللي هو انت ما عملتش حاجة بس هو كده متغاظ منك، مفقوع منك، متضايق منك يا اخي. ومن خبرتي المتواضعة المتوازية الشتيمة الغير منطقية بتكون نبع من نفوس ولا بلاش نفوس مش نظيفة، يعني نبعة من الانهزام، نبعة من الحقد على النجاح، اللي هو انت ما عملتلهوش حاجة، ما عملتش حاجة. الراجل ما عملش حاجة، الراجل بيشوف شغله وبيحلل بمنتهى الحيادية جدا، والمشاهد شايفينها قدام عينينا قدام عينينا، مش جايبها من تلاجة بيتهم. يعني تشتموه ليه؟ ها؟ بس هنقول ايه؟ هي كده كلمة الحق لما بتتقال بتزعل كل كاذب ويبقى عايز يدفن الحق في شوال. أظن وصلت.